المضني والتفاني في العمل بطبيعة الحال، سواء كانوا الموظفين اللي كيشتغلوا في المكاتب أو مكوناتهم، عدد ديال المخاطر، وفي غالب الأحيان كيحلوا واحد العدد المشاكل بالنسبة للساكنة. على كل حال يمكن لنا أن نفتخروا بهذا الإخوان اللي غادي بطبيعة الحال يتحالوا على التقاعد. ولا بد أنني نذكر بالمناسبة بالضرورة أنه في العمل ديال الإدارة والناس اللي كيشتغلوا في الإدارة واحد الجو عائلي كيدوزو بسرعة. ما كان الوقت اللي كيمر وكيفاش كيمر، ولكن اللي كيبقى هو علاقات شخصية دائما على أساس أنه دائما الإنسان يكون اشتغال كفريق متماسك. وربما لمست هذه المسألة تشرفت برئاسة إقليم طرف ساحل الجزائر، أنا شفتوا كيفاش كنشتغلوا في واحد الجو ديال التعاون المشترك ما بين جميع المكونات ديال الهيكلة الإدارية. عنده مصلحة وعنده قسم واحد باش أنه يعطي ويتأكد بأنه ملي كتكون الأجواء جد سليمة مفتوحة. هو كاين الكتابة الخاصة ديال العمل، هي مفتوحة باش أنه تستقبل أي واحد فيكم اللي بغى يجي يشوفني شخصيا، ما كاين حتى شي إشكال. تحسوا براسكم وكأنكم راكم على مستوى الإدارة. والله يوفقكم، ونتمنى إن شاء الله يعطيكم الصحة وطول العمر باش يمكن لكم وليداتكم ربما تفرغوا للبلاد، وربما شغل على المرة ديالو بزاف، ربما هذا المناسب باش أنه يسوق أدخل السادة رجال السلطة، أخواتي الموظفات، إخواني الموظفين، يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم باسمي ونيابة عن جميع الموظفين عمالة المغربة بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد العامل على هذه الامتيازات الكريمة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على اهتمامه الكبير بالموارد البشرية لهذه العمالة والإدارة التراثية وتثمينه له. كما أتقدم بالتهاني والتبريك للموظفين محمد